راح احكي لكم قصه نجاح اكيد راح تعجبكم. علاوي قبل سنه فتح هاي البسطيه، بوقتها كنت وحدي، هسه البسطيه صارت مطعم واحنا صرنا عائله، ومن هنا كانت البدايه. وهسه راح نشوفكم شغل علاوي ما شاء الله. علاوي هسه راح تيس بسيط عليها. شوفنا الذوبان عشان يجر ما يطلع فخذ بس العظم. عاشت ايدك والله مالتنا تستاهل حبيبي. تصير مطعم ما شاء الله. علاوي حاليا صار مصدر رزق بعد شباب وياه هواي. ايش قد عندك حاليا يشتغلون؟ حاليا 15 نفر. بديت بوحدك؟ وحدي. يلا جيب الونج. كلبك الجدر وطلع لنا اياه. وين يروح المطلوب لنا؟ هيك يمشي الجدر يسحب. بما الله. علاوي شنو اللي بقى اسفل التنور؟ بقى عندنا الحنيذ لحم غنم ذبح يومي 100% لحم غنم، علامه الجوده عندنا. كل ضلع يطلع واحد. منتهي. انت طشرت الضلوع سوى. هسه وصلنا مرحله التمن المندي، هذا يستوي على دهن اللحم والدجاج، كل ما تخبط يطلع لك لون. صح، هذا يجي خاص مال المندي. شنو رايك بالريحه؟ ما ادري هسه انا وصلت شنو احكي بيها هردك. عندي اياها اللقطه. هاي دجاجه. اي هاي دجاجه. الناس كلها تفتحها بالمقص. انت ابو الدجاج شو عنده مقص؟ ما عاد بيت افتحها. خاشوقه بلاستيك. ما شاء الله. عاشت ايدك على حبيبي عموري كل الهلا. يعني هو حتى من كان بسطيه شغلته مرتبه ومضبط حتى حمايات. وهذا شكل بسطيته من الداخل. شوف الترتيب. هذا هنا تجهيز الطلبات الدليفري، وهذا مكان التحضير بالمطعم، وهاي الجلسه الداخليه مال المكان، وبيها 3 مقاعد تكفي اللي يجون ان شاء الله. بس اغرب عباره قريتها عمار العبادي شي يقول؟ بس اليوم فري من باكر ابدا بالداي. كل شيء بداخل المكان مسويه على الطراز البغدادي. عموري حبيبي انا راعي مشاعرك، فعلى مود الدايت جبت لك خبز اسمر. وهسه هذا الباقي عادي يعتبر دايت اذا كنت وياه بس خبز الشعير ما ياثر ويا خبز الشعير. ترى قنعتني. هسه اكتملت اللوحه الفنيه. اول شيء راح نبدي به اللحم ما شاء الله فول مايع ويا تمن بعد شويه دقوس. صدق عاشت ايدك على انا سكنونو طاني باص قال لي مره رحت يمهم وفد شيء خرافي. ياباني مقرر اكل لقمتين واطفر على الدجاج حلو ينجرد بسرعه ما شاء الله يتفسخ بسرعه. يعني واحد عن اللحم تمن مسويه خرافي. طبعا علاوي هواي شغلات ثبت لنا اياها بالدجاج مو مفسخن بخاشوقه بس تشوفوا قدامكم كل شيء يطلع واحد. كلماتي حاطيهم بالمطعم من باكر ابدي بالدايت. علاوي احكي العالم عنوانك. حبيبي عمور عنواننا كراده داخل ركن مستشفى عبد المجيد. هذا مكان البسطيه وذاك مكان المطعم.